كل ما تسال موظف ايه مشكلتك تلاقي دايما بيقول لك ضغط الشغل. وطبعا كلنا بنشوف الاسترس على ان هو حاجه مش صحيه. لا، ضغط الشغل ده حاجه صحيه. ازاي؟ في عندنا في الاسترس بيرفورمانس كيرف، شوف معايا الشكل ده، هتلاقي ان كل ما تزود الضغط في حياتك بيزيد الاداء لحد منطقه معينه اللي هي الايديال زون، وانت بتعمل استرتش وبتشد فيها طبعا. بس لو زاد عن حده بيقلب عكسي. يعني ايه؟ يعني لازم يكون في حياتنا ضغوط علشان يزيد ادائك. زي بالظبط الطالب لما بيقرب الامتحان بيضغط في المذاكره، وده عشان خاطر يخلص المنهج، انما لو ما فيش امتحان هيتدلع. وعشان كده كل حاجه في حياتنا وشغلنا لازم يبقى ليها ديدلاين، والا مش هتخلص. باختصار المنطقه الخضراء هي البوزيتيف ستريس، هو ده الهيلث ستريس اللي بيزود الانتاج والاداء. انما الاصفر والاحمر دول يا اما هيبقى فيه تراخي او هيبقوا مضغوطين بزياده. طب ازاي اتعامل مع الضغوط دي؟ في خطوتين. اول حاجه، اعرف انت في اي مرحله. طول ما انت في المنطقه الخضراء تمام. طيب انا في الاحمر والاصفر اعمل ايه؟ لو انت في الاصفر لازم تعمل دوافع لنفسك وتحديات جديده. اما الناس اللي في المنطقه الحمراء انا ما نسيتكوش، عندنا 5 طرق نتعامل بيهم مع ضغط الشغل ونرجع تاني للمنطقه الخضراء.